بسم الله الرحمن الرحيم. معلش اتأخرت عليكم في الباترون، كنت تعبانة شوية دعواتكم. النهاردة إن شاء الله هنعمل الفستان اللي كنا منزلينه المرة اللي فاتت. احنا هنجيب القماش بتاعنا اهو، وهنتنوه على 2 على ظهر القماش. هنتنوه كده على 2 على ظهر القماش إن شاء الله. طبعا احنا فصلنا السفرة، فصلناها عن الجيبة من تحت. فهنيجي نحط السفرة كده على المقفول بتاع القماش، وندبسها على المقفول عشان يطلع الفستان من قدام مفيش خياطة ولا فيه أي حاجة. وهنيجوا طبعا الجيبة اللي تحت هنقسموها كده على 3. هنحطه كده اهو، وحسب الوسع اللي احنا عايزينه هنوسع. وهنيجوا نحطه الحتة اللي هي في النص كده ونوسعه شوية، هنوسعه حبة كده عشان يبقى فيه شوية كشكشة حلوين كده. وهنحطه الحتة الأخيرة برضو كده اهي، عشان نجيبه معانا زي كلوش كده أو نص كلوش. اهو بص، الخطوة اللي احنا هنعملها هنرسم الباترون. أول حاجة هنعملها هنروح راسمين الباترون اهو كده بسرعة. على فكرة دي ماركة برضو. هنرسم اهو كده بسرعة كده اهو عشان ما اطولش عليكم الفيديو. خلاص كده احنا رسمنا الباترون. هنيجي نسيبه فرق الخياطة مش كتير، يعني من هنا كده حوالي 2 سنتي. انا على فكرة انا بعمل يعني موديل صغير مش موديل كبير، عشان انا ما عنديش حد يلبس الموديلات دي اهو. وانا المرة اللي فاتت وريتكم ازاي تطلعوا الباترون، ازاي تاخدوا المقاسات وتطلعوا الباترون اهو. هنقصه بسرعة، هنسيب حوالي 2 سنتي كده من كل حتة. دلوقتي انا هقول لكم معلومة بسيطة بس. يعني احنا هنا لما علمنا بالماركة، الناحية التانية مفيش علامة عشان لما نيجي نخيطوا حاجتنا. ودي الماركة اللي انا بقول لكم عليها زيها زي الطباشير، الماركة الطباشير. فاحنا علشان نعمل علامة من الناحية التانية هنبدأ نعمل بالروليت اللي انا قلت لكم عليه. هنجيب الكربون بتاع الخياطة، ده كربون خياطة. هنيجوا هنعملوه بالروليت اهو كده عشان نرسمه تاني من ورا.
احنا كده من هنا علمنا بالماركة، والناحية التانية علمنا بالروليت. وهوريكوا تاني ازاي نعلمه بالروليت. هنحط اهو القماش بالباترون، وهنروحوا ايه راسمين نفس الايه، نمشي على الماركة اهو. اهو عمل لنا علامة اهو تاني في الناحية التانية. هنبدأوا ايه نخيطوهم ونركبوهم اهو. اهي الجيبة اهي اهو، هنجيبوها على وشه، وادي نص الفستان ايه اللي فوق. هنبدأوا نكشكشوا من هنا علشان نجيبوها ايه قد دي. هنبدأوا نكشكشوا دي عشان نجيبوها قد دي. يلا هنبدأوا نكشكشوا بقى ايه الشيبة من فوق اهو. طبعا هي بتتكشكش على مكنة، بس احنا عشان ايه نسرع الدنيا اهو. هنبدأ بقى ايه نحط دي على دي، نضمهم على بعض ونعمل الكشكش. نسوي كده الكشكشة عشان تبقى ايه قدهم بالظبط اهي، على حسب الكشكشة اللي انتوا عايزينها، كشكشة كتيرة كشكشة شوية. بعد كده هنركبوه بقى اهو. اهو ادي الفستان اهو، بس كان عايز ايه شوية كشكشة تاني. بعد كده هيبقى عندنا الكورنيشة اللي تحت دي برضو هنكشكشها، وهنركبها هنا معاها. احنا هنكشكش بقى الكورنيشة اللي ايه الكورنيشة اللي تحت. هنبدأ دلوقتي بقى نركب الكشكشة اللي تحت. كده اهو خلصنا ايه كورنيشة اللي اهي الخلفية اهي.
خلاص كده هنركبه الامامي مع الخلف. عشان ما تطولش عليكم الفيديو، هنعمل ايه؟ فاضل الكورنيشة اللي هي في الكم، اهي الكورنيشة برضو هتتكشكش علشان نعمل الكورنيشة اللي في الكم. هنعمله دلوقتي الكورنيشة اللي هي ايه في الكم اهي. وهنركبوها في الكم كده حوالين الايه، حوالين البول.